أهلا بكم. اليوم رح نغوص في قصة أكبر بكتير من مجرد مباراة كرة قدم. هي قصة عن انقسامات عميقة واتهامات خطيرة ممكن جدا تغير شكل اللعبة في قارة أفريقيا كلها. كرة القدم الأفريقية حرفيا قاعدة بتغلي. القصة كلها يا جماعة بدأت من ماتش كورة. المصدر اللي منستند عليه بيأكد إنه المباراة بين الجيش الملكي المغربي والأهلي المصري ما كانت مجرد 90 دقيقة وانتهت، لا، دي كانت الشرارة اللي ولعت كل الحريقة دي. وهذا الاقتباس بالذات بيحط النقط على الحروف. المصدر بيقول لنا إن اللي شفناه في الملعب ما كانش مجرد شغب أو فوضى عابرة، لا، ده كان انفجار لشيء كان محبوس تحت السطح بقاله فترة طويلة جدا. طيب، شو اللي صار بالضبط؟ خلونا نرجع خطوة لورا ونشوف الأحداث الرئيسية اللي أشعلت هالعاصفة من أساسها. المصدر بيرسم لنا صورة فوضوية بكل معنى الكلمة. تخيلوا معي، الفريق المغربي بيتعرض لاعتداءات بعد فوزه، المدرجات بتمطر عليهم قوارير مياه، والأمن غايب تماماً. وفوق كل هذا، الإعلام بيحاول يغطي على الموضوع ويقلل من خطورته. كل هالأمور دي بحسب المصدر بتقول إنه اللي حصل ما كان صدفة أبداً. وهنا القصة بتاخد منحنى أعمق. المصدر بيقول إن الحادثة دي مش مجرد تنافس رياضي خرج عن السيطرة، لا، دي مجرد عرض لمشكلة أكبر بكتير، مشكلة على مستوى القارة كلها، وهو بيطلق عليها اسم نظرية الناجح المنبوذ. جوهر الحجة كلها هو هالمفهوم، المنبوذ. الفكرة هي إنه في طرف معين بيصير مكروه مش عشان عنده عيوب، لا بالعكس، لأنه ناجح ومتقدم. والمصدر بيرى إنه المغرب حالياً هو اللي بيلعب دور المنبوذ في إفريقيا. وعشان نفهم الفكرة دي أكتر، المصدر بيستخدم تشبيه بسيط جداً وكلنا بنعرفه. تخيلوا معي عائلة واحدة، لما واحد منهم ينجح ويتفوق بتلاقي الباقي بيغاروا منه وبيحسدوه. نفس الشيء، المصدر بيقول إنه نجاح المغرب في مجالات كتير خلاه هدف لهالاستياء وحول أي خلاف صغير لحرب كبيرة. وهالاستياء هذا ما ضلش بس بين الفرق أو الجماهير. المصدر بيقول إنه تسلل وصار جزء من المؤسسة نفسها، يعني بنتكلم عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. طيب، السؤال هو الكاف بيخبي إيه؟ الإجابة حسب المصدر هي كتير. الاتهامات خطيرة جدا، بتتكلم عن تستر مقصود ومحاولات لإبعاد الحقيقة عن عيون الناس كلها. وهون المصدر ما بيتكلم كلام عام، لا، بيعطينا تفاصيل محددة. تخيلوا، بيجبروا الأعضاء يوقعوا على اتفاقيات سرية، بيمنعوا الموبايلات في الاجتماعات الحساسة. يعني ممارسات بصراحة بتخلي الواحد يسأل شو اللي بتحاولوا تخفوا بالضبط. كل هاد يشير من وجهة نظر المصدر لوجود فساد ورغبة في التعتيم. وهون منوصل لزبدة الموضوع كله. شوفوا كيف المصدر بيقدم لنا هذا الجدول كأنه دليل قاطع على الانحياز الممنهج. القصة مش بس إنه العقوبات مختلفة، لا، في نمط واضح. طرف معين بيفلت من العقاب مرة بعد مرة على أخطاء كبيرة، وأطراف تانية وبالذات المغرب بتتعاقب بقسوة على أشياء أقل بكتير. هاد هو الظلم بعينه اللي بيتكلم عنه المصدر وبيعتبره هو أساس المشكلة كلها. قدام هالوضع يلي المصدر بيوصفه بإنه صار لا يطاق، وضع كله انحياز وفساد، بيطرح 3 حلول جذرية ومحتملة، وخلينا نقول حلول مش عادية أبداً. انتبهوا معي لخطورة الخيارات دي. الأول، نحل الكاف كله. الثاني، المر بينسحب تماماً. دي مش مجرد طلبات للإصلاح، دي إنذارات أخيرة، كأن المصدر بيقول خلاص الكيل طفح والصبر خلص. وهالشي بيوصلنا للتشبيه الأخير اللي بيختصر كل القصة. وهون بيضرب المصدر على الوتر الحساس، بيشبه كل هالصراع بعلاقة سامة، وبينتقد فكرة إننا في ثقافتنا بنفضل نتحمل في العلاقات الغلط لحد ما تحصل الكارثة اللي بتدمر كل شيء. وهذا السؤال الأخير بتركنا كلنا نفكر، لما العلاقة بتصير سامة لهالدرجة، شو تمن البقاء فيها؟ هل هو صبر وحكمة، ولا مجرد انتظار للكارثة اللي جاية لا محالة؟